فالحوثيين دأبوا في اليمن بشكل عام إلى قتل الدعاة وتهجيرهم واعتقالهم، كل ذلك ظنا منهم بأنهم يطفئوا نور الله، وظنا منهم بأنهم يجرفون اليمن من مصابيحها ومن دعاتها ومن علمائها الذين يقومون بدور كبير في تثقيف الأمة وتوعية الأمة والدعوة إلى تمسك الأمة بدينها وشرعها. ولذلك كان لزاما عليهم فيما يرونه من مذهبهم وطائفيتهم أن يجرفوا المجتمع اليمني من هؤلاء المؤثرين ليخلو لهم الجو، فينشروا مذهبهم وينشروا أفكارهم الهدامة التي ما من مار أو زائر لليمن اليوم إلا ويرى آثارها النكدة. فما من مدرسة تحفيظ إلا أتوا عليها من جذورها فهدموها، وما من مسجد إلا ويعني تركوه يبابا وأقاموا فيه المقايل واللهو والعبث والرقص. هؤلاء لا يقيمون لدين الله ولا لشرع الله قيمة ولا وزن، ولا يقيمون للإنسان فضلا عن العالم.